السلام عليكم، معاكم محمود الهيتي من جيم مصر. ولسه مكملين في عضلة الترايسبس، والنهارده معانا الترايسبس بالبار. حلو كلام. في حالتين للترايسبس بالبار، انا هخليك تبص عليهم هنا من الكتاب. وبيقول لك لو نزلت البار لغايه اورتك هتركز اكتر على الميديال واللاترال هيد بتاعت الترايسبس. تاني اسلوب ليه بيقول لك لو نزلت البار ورا دماغك هتركز اكتر على اللونج هيد. حلو كلام. انا عايزك بس تفتكر معايا، اول واحده لغايه اورتك هيشغل اللاترال والميديال ترايسبس، وهنا هتشغل الايه اللونج هيد. تعال بقى ايه اوريك الكلام ده معناه ايه في ارض الواقع. انت الترايسبس بالبار تبقى نايم على ظهرك وماسك البار نفس وسع كتفك يعني. اول واحده بتنزل قال لك لغايه اورتك وبتطلعها تاني. حلو كلام. ده قال لك بتشغل اللي هي اللاترال والميديال هيد. بعد كده قال لك لو رجعتها لغايه ورا طلعتها تاني، ده بتشغل اللي هي اللونج هيد. تعالى عشان الناس اللي مركزه في العضلات، احنا قلنا لغايه اورتك هتشغل اللي من بره واللي من جوه اللي هي من هنا اهو. فانت لما تنزل لغايه اورتك وتطلع لغايه تاني تشغل اللي هي ديت الراس ديت والمن جوه. اللي بتنزلها ورا دماغك شويه بتشغل اللي هي اللونج هيد، اللي انت لو شديت دراعك من هنا اهوت اللي هي بتبقى من هنا اهو. الاختلاف مش كتير، انا واحده عايز تلعبهم براحتك، الاتنين بيشغلوا عضله ترايسبس كامله، بس هي الاختلاف فيهم انهم واحده بتحط اكتر تحميل على انهم راس من الروس. الكلام ده بقول لك عليه مش عشان اتمنظر عليك فيه، بس عشان لو لقيت حد بيلعب بالبار لغايه اورته بيطلع، او لقيت واحد تاني بيلعب بالبار ورا دماغه بيطلع، الاتنين صح والاتنين ادائهم صحيح 100%، بس كل واحد فيهم بيركز على حاجه معينه. فهتلاقي ممكن واحد بيركز على العضله اللي من بره ومن جوه عشان كده بينزل لغايه اورته، في واحد بيركز على العضله الطويله فعشان كده بينزل لغايه ورا دماغه. هو ده الاساس اللي جيم مصر اتبنى عليه. احنا بنحاول نبين للناس المعلومه الصح، وان في مش كل بس يعني مش هي مفيش طريقه واحده بس صح، الناس كلها صح وكله مبني على اساس علمي. يا رب يكون الفيديو عجبكم والشرح يكون سهل، وان شاء الله مكملين على نفس النظام. يلا سلام عليكم.